بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع القبر والمقابر، ما زلنا مع قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما زلنا أحباب رسول الله مع هذا المكان الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما زلنا مع هذا المكان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. أحباب رسول الله، ما زلنا مع هذا المكان، بيت الظلمة وبيت الوحشة وبيت الدود. أحباب رسول الله، في ظلمة القبر، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أخ يؤنسني. أحباب رسول الله، هذا المكان قاع نجيو لهذا المكان، كنا نجيو لهذا المكان، كنا نوضع في هذا المكان، قاعدين يجيبونا لهذا المكان ويحطوا فوق علينا البلاط. كنا نجيو لهذا المكان في ظلمة القبر، لا أم هناك ولا أب ولا أخ يؤنسني. وهالني في العين إذ نظرت من مطلع ما كان قد أدهشني من منكر ونكير، ماذا أقول لهم؟ قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لإله سواك من يخلصني. السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها كانت تدخل القبر، كان حفرت قبرا في بيتها، وكانت تدخل إلى قبرها كل يوم وتقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم تخرج من قبرها وتقول: يا نفسي ها أنت قد خرجت فاعملي ليوم لا تخرجين فيه. أحباب رسول الله، هذا المكان بيت الظلمة، بيت الدود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا المكان اللي كنا نجيو ليه، الفقير والغني، الحاكم والمحكوم، والملك والمملوك، من ملك الدنيا ومن لم يملك شيئا، كنا نجيو لهذا المكان، كنا نجيو لهذا المكان. وش عملنا لهذا المكان؟ وش رانا نقدموا لهذا المكان؟ وش رانا نوجدوا لهذا المكان؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أحباب رسول الله، هذا المكان وما أدراك ما هذا المكان. هذا المكان الضيق، تأتي من سعة بيتك ومن سعة قصرك ومن سعة ملكك إلى ضيق قبرك. أحباب رسول الله، نشوفوا هذا المكان اللي احنا نرقد فيه أنا وترقد فيه أنت، اللي حنجي ليه أنا وتجي ليه أنت، اللي حنسكن فيه أنا ونسكن فيه أنت. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها لخير طاب مسكنه، وإن بناها لشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. هذا القبر اللي ينادي كل يوم 70 مرة يقول: يا بني آدم كلوا ما شئتم واعملوا ما شئتم، كلوا ما اشتهيتم واعملوا ما شئتم، فوالله لآكلن لحومكم. شوفوا هذا القبر أحباب رسول الله، شوفوا هذا القبر أحباب رسول الله. هذا المكان أحباب رسول الله، هذا المكان اللي نرقد فيه أنا وترقد فيه أنت. شوف هذا المكان كم إشعال ضيق، شوف هذا المكان إشعال ضيق أحباب رسول الله. هذا المكان هكذا توضع في قبرك، هكذا توضع في قبرك. ليس معك أحد إلا الله وعملك الصالح. إذا كنت من الصالحين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان: يأتيك مبشر وبشير، يأتيك رجل أبيض الثياب أبيض الوجه حسن المنظر حسن الريح، تقول له: من أنت يرحمك الله؟ يقول لك: أنا عملك الصالح، أنا المسجد، أنا الصلاة، أنا القيام، أنا الصيام، أنا الصدقة، أنا الطاعة، أنا بر الوالدين. وأما إن كنت فاسقا ظالما جبارا عتيا، يأتيك رجل أسود الثياب أسود الوجه نتن الريح، تقول له: من أنت يرحمك الله؟ يقول لك: أنا عقوق الوالدين، أنا الظلم، أنا الحرام، أنا سوء الجوار، أنا قطيعة الرحم. أحباب رسول الله، لهذا أحباب رسول الله هذا المكان الذي توضع فيه هكذا ليس معك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المكان ما كاين لا يماك لا باباك لا أخوك
وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. أحباب رسول الله، هذا المكان توضع هكذا في قبرك، ليس معك إلا الله سبحانه وتعالى في ظلمة القبر. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أخ يؤنسني. في هذا المكان أحباب رسول الله ما كاين لا الزلايج، ما كاين الخام، ما كاين طوموبيل، ما كاين المنصب، ما كاين الجاه، ما كاين السلطان، ما كاين والو، كاين إلا الله والعمل الصالح. لما تجي لهذا المكان يرجعوا أولادك، يرجعوا أحبابك، يرجعوا أصحابك، يرجعوا سلطانك. ما يدخل معك حتى إنسان في هذه الدنيا، ما يدخل معك حتى إنسان لهذا المكان. روضة من رياض الجنة وحفرة من حفار النار. النبي قال على سعد بن معاذ: رجل اهتز له عرش الرحمن صلت عليه 70,000 ملك. قال لهم: والله لقد ضم القبر سعدا ضمه، والله لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. أحباب رسول الله، وش وجدنا لهذا المكان لما يوضعوك في هذا المكان؟ وشكم موجد لهذا المكان؟ أيها المؤمن، أيها الإنسان، سبحان الذي قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وشكم موجد لهذا المكان؟ وشكم موجد لهذا المكان أختاه؟ وشكم موجد لهذا المكان أيها الإنسان كائن من تكون؟ وشكم موجد لهذا المكان؟ هذه الحفرة توضع هكذا، ليس معك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينجيك إلا عملك الصالح ورحمة الله سبحانه وتعالى. كاع نجيو لهنا، والله ما نجيو لهذا المكان ما تجيب لا مال لا سلطان، ما تجيب رزق، ما تجيب طوموبيل، ما تجيب أراضي. يلي ديت رزق الناس، يلي ديت أراضي الناس، يلي ديت حق أختك، يلي ديت حق أخوك، يلي ظلمت الناس، يلي حقرت الناس، يلي تعديت على الناس، تجي لهذا المكان ونوضعك في هذا المكان هكذا. شوفوا شحال ضيق أحباب رسول الله. هذا واش تدي معاك، هذا هو مكانك، هو بيتك، هو سكنك. رسول الله أم خطير ما ينتظرنا مثل هذا فليعمل العاملون. واش رانا موجدين لهذا المكان؟ واش رانا نقوموا لهذا المكان؟ شحال راك تصدق، شحال راك تصلي، شحال راك تقوم، شحال راك تقرا القرآن؟ كم تخاف هذا المكان أحباب رسول الله؟ أحباب رسول الله الأمر صعيب. أنني في هذا المكان ما قدرتش لهذا المكان ضيق بزاف، ما قدرتش لهذا المكان لأنه ضيق. كيف ربي يزيد يضيق عليك؟ أحباب رسول الله هو المكان الآن وعلي ضيق، كيف ربي يزيد يضيق بالأعمال السيئة، بالكذب والخيانة والزور والبهتان. أحباب رسول الله الأمر خطير. الشيء الذي ينتظرنا أعظم عند الله عز وجل. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أحباب رسول الله وقالوا يا ويلتنا ما لي، وقالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أحباب رسول الله والله غير تجي وحدك، والله غير تجي وحدك وما يدخل معك حتى إنسان. أنا أتعجب من إنسان يوسع على الورثة ويضيق على قبره. شو هذا المكان ضيق، ويزيد يضيقوا بالأعمال السيئة، يزيد يضيقوا بالظلم، يضيقوا بالحقرة، يضيقوا بالبعد عن الله، بالبعد عن الصلاة، بالبعد عن المسجد عز وجل. نسينا الحقيقة التي من أجلها وجدنا ومن أجلها كنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على صرنا ما نفكروش في هذا المكان، على صرنا أنه ندفن وقلوبنا جفت وقلوبنا قساحت، ولينا ما نفكروش في هذا المكان. اليوم أنت تدفن وغدوة أنت المدفون، تشيع وغدوة أنت المشيع. اليوم أنت تحط ميت وغدوة نحطوك أنت. لربما غدا لربما أنت أيها السامع تكون في هذا المكان وتكون في مكان يا أحباب رسول الله. ولهذا ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الله سبحانه هو من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الأمر خطير أحباب رسول الله، أمر خطير.
أم خطير، وما ينتظرنا أعظم. لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا هو بيت الدود، هذا هو بيت الوحشة، هذا هو السكن تاعك. سكن في قصر، سكن في بازار، ملك الدنيا، وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنوط والكفن؟ والله غير تجي غير بالكفن وتجي لهذا المكان، والله غير تجي بالكفن وتجي لهذا المكان. أحباب رسول الله، يسألك الله عن الصلاة، يسألك عن الصيام، يسألك عن القرآن.